انت يا ولا مش هتجيب فلوس الجمعيه؟ فلوس جمعيه ايه اللي هدفعها؟ ده انت بقالك سنه بتقولي لي انت اللي هتقبض. هو انا هفضل اسد في الجمعيه ده 10 سنين ولا ايه؟ طب ما انت اول لما اسمك يجي هتقبض على طول. اسم ايه اللي هيجي؟ ده انا بدفع من وانا عندي 17 سنه والوقت بقى عندي 27 سنه وبرضه لسه اسمي ما جاش. ما انت يا ابني عشان تقبض لك قفش حلو ينفعك. بص يا ماما انا مانيش عايز جمعيات، خرجيني يا ست منها وانا ربنا يعوض عليها في اللي دفعته. بس ده الاسم ده بتاع ام فتحي الجزار واحنا مش قدهم يا ابني. بقول لك ايه، انا ما عدتش دافع حاجه. هو انتوا عاملين عليها رباطيه انتوا وام فتحي؟ انتوا شكلكم نصابين. خلاص بقى انا هبعت لك ام فتحي وهي تتصرف معاك بمعرفتها. طب يا ست وانا مالي بيها؟ طب ما هو ده الاسم بتاعها. يعني انت هتبقى مبسوطه يعني لما ترميني في مشكله؟ خلاص هات الفلوس وابعد عن الجزارين، ده كل شكلهم بالسواتير. طب وانت عايزه مني كام الوقت؟ 1500. 1500 ايه يا ماما؟ ما انا كنت بدفع 800. ما هي بتزيد يا ابني، ما هي كل حاجه بتغلى. ولا انت مش عايش في الدنيا؟ هو انت هتشتغليني ولا ايه؟ هو في حاجه اسمها جمعيه بتغلى؟ عشان يا ابني تقبض قرش حلو. ماما انا دافع لحداد دلوقتي 40,000. انا يا ست مانيش عايزهم، خديهم وطلعيني من الجمعيه دي. ما ينفعش يا ابني، ده ام فتحي هتقلب علينا الدنيا. بس ده الشهر لسه ما خلصش. ما انت معاك الفلوس اهو، ادفعهم الوقت ويوم واحد يبقى ادفع تاني. ايه ده؟ يعني انت عايزه تدفعيني يوم 20 وترجعي تدفعيني تاني يوم واحد؟ يا واد يا غبي افهم، كله من اللي عليك. بقول لك ايه، انا ما عدتش دافع ولا جنيه، واعملي اللي انت عايزه تعمليه. خلاص بقى انا هبعت لك ام فتحي وانت حر معاها. ايه يا عم الناس كلها اللي قاعده بتستناك تحت دي، هو انت عامل لك مصيبه ولا ايه؟ مصيبه ايه؟ ام فتحي الجزار قاعده تحت قلب الدنيا عليك، هو انت عملت مصيبه ولا ايه؟ يا عم انا ما عملتش حاجه، امي مدخلاني في جمعيه وانا قلت لها طلعيني منها وبتقول لي ده اسمه ام فتحي. جمعيه ايه اللي تخلي الواد فتحي قاعد تحت عريان مالته وماسك سكينه وعمال يقول عايز فلوس؟ وهو قصده عليا انا؟ قصده عليك انت، امال هيكون قصده على مين؟ وقاعد عريان تحت. يا عم انا ما عملتش حاجه، امي مدخلاني في جمعيه وانا عايز اطلع منها. طب وانت عليك كام يوم على كده؟ هي امي بتقول لي عليك 1500 بس انا المفروض ان انا بدفع 800. امسك ادهم لهم وقول لهم انا مانيش عايز حاجه منكم خالص. يعني اقول لهم ان انت منتش عايز فلوس ومنتش عايز اي حاجه خالص؟ اه يا عم انا مانيش عايز حاجه منهم وربنا يعوض عليا في فلوس. خلاص يا عم لو كده اعمل فيهم محضر. لا انا عاوز اعمل محضر في امي.